كندوي على نفس الشخص اللي كان جاي هابط بوامور في العقبه، اللي كان جاي غير طالق هذا السلاح، كيوصل عليه رمضان في بعض الاحيان تجده لا يصلي. وهذا من الامور اللي شي شويه ما كتبغيش تفهم للناس اللي عندهم 7 ريال في العقل. هي شويه عندهم 7 ريال في العقل ما كتبغيش تفهم ليه هذه القضيه هذه. كيقول لي مسلم اركان الاسلام 5، الاولى الشهادتين، الثانيه ما تخلعوناش. نعاودو من الاول، الف باء اسلام، اشهد، عاود اشهد، ما تخلعوناش. الركن الثاني هو اقامه الصلاه. الركن الثالث الى عندك باش ايتاء الزكاه. الركن الرابع صوم رمضان. هذا تتلقاه دار القفز طولي وتلاح في الركن الرابع ويعظمه تعظيما غريبا، في حين ان الركن الثاني كندوي على ركن، راه كنهضروا على ان فرانسيس تسميوه لو بيليي، الركن اللي عليه العمده، يعني الا مشى تطار كيريب. نقز الركن الثاني والركن الثالث، نقولوا الركن الثالث ما كاين باش نقز ديال الركن الرابع وتعظمه تعظيما، وانت تعلم يقينا ان اول ما ستسال عنه يوم القيامه ليس صيامك وانما صلاتك. ولم يختلف اهل العلم اطلاقا عبر التاريخ الاسلامي، لم يختلفوا عن الذي تركه يعد كفرا الا الصلاه. حنا ما كنتكلموش على ترك المساله جحودا، ترك المساله جحودا تكون صلاه، صيام، هذا داخل في اطار الكفر، ما كنناقشوش على، لا كندوي على المساله ديال تركها ولو عجزا او تكاسلا. رمضان كيقول لك كاين الكفارات، كاين كذا، كاين التوبه، كاين هذه. اما كندوي على قضيه الصلاه وحدين كيقول لك ما فيهاش تعويض الهضره. كيقول لك تارك الصلاه، كيقول لك ما تشرحش لينا حنا تارك الصلاه، ما كندورش على المدرسه المالكيه، كندوروا على غيرها. كيقول لك تارك الصلاه، يقول لك ما تشرحش لينا، ما تقولش لينا تارك الصلاه كسلا ولا اذا استتيب 3. ما عندنا نديروا بهذه الهضره هذه. كيقول لك تارك الصلاه، كيقول لك هذا كافر، النقطه. خدا جابوها هما من الاخر وجاتهم سهله. هي صعيبه على تارك الصلاه، لكن هما جاتهم سهله. قال لك ماشي غير كافر لا يؤكل ولا يشرب ولا يجالس، إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تؤخذ منه تركة، لا ينكح، لا يزوج. هادشي كله طاري بديك الصلاة اللي اصلا ما مسوقش لها، هادشي كله طاري بديك الصلاة شريف اللي انت ما مسوقش لها. ورمضان كيقول لك رمضان الا كلا عمدا راه كاينه الكفارات كذا، منهم من قاسها على هذه، منهم من قاسها على الجماع، قال لك 60 يوم متابعه، شهرين متتابعين. اللي قال لك لا راه التوبه والقضاء الى اخره، هذا كلام اخر. اما الصلاه هذا موضوع اخر. رمضان تيجي تيعاود لك المركزيه ديال شرع الله عز وجل والاهميه ديالو والاخره في حياتك. علاش ما تشربش هذيك الجغمه ديال الماء؟ بل اكثر من هذا، على وسط النهار تجد الرجل والمرأة تجدهما يتحريان الوقت ديال الصبح. إذا مشات قال الله أكبر، إذا فمو شي حاجة يحيدها، لا تيبقى تيسالي الأذان إلى آخره. ما تلعبش بدينك، أنا نقول لك من هنا ما تلعبش بدينك. وماشي أي واحد خرج لنا في انستغرام داير اللحية، ولا أي وحدة خارجة في انستغرام داير الحجاب ولا داير النقاب راه مصدر للفتوى. ردوا البال، لا تلعبوا بدينكم، هذا ركن من أركان الإسلام. ما كندويوش على جاري إلا درت معاه كذا ما درتش معاه كذا، أو لا خويا الصغير، هذا ما كنهضروا على أركان الإسلام، الواحد ما يلعبش فيها. المغرب كتلقى بنادم يقدر يوفي، يسمع الأذان كيقول لي واش الأذان ديال دربنا، يقدر المدن ديال دربهم غير تعطل، والأذان ديال الحي اللي حداهم راه هو أذان وقت المغرب، لكن هو يتحرى. كتقول لي علاش؟ كيقول لك اخا ما فينا ما يغلط، راه رمضان هذا. ماشي الحقيقه، راه ماشي راه رمضان هذا، راه سيدي ربي رجعنا كنراقبوه انه راه سبحانه وتعالى ينظر الينا في كل لحظه وحيد. هذا هو اللي رجع مع رمضان.